هي عندي رسالة قصيرة للجماعة السعودية اللي بيسموا نفسهم المسلمين، كيف بيسووا الحبوش الذي هم عندهم في السعودية. بس هذا غلط، هذا غلط مرة غلط. وين الإنسانية؟ وين الشؤون الإنسانية؟ هذا غلط، انتم بتسووا غلط كبير. ليش يعني الذي هم أصلا خرجوا من بلادهم عشان إيش؟ يلاقوا الحرية، عشان يعيشوا، مش عشان يموتوا وينتحبسوا ويمرضوا هذا مرض من فوق هذا المرض. هذا كذا غلطة كبيرة. طيب الذي هم أجوا، أنتم السعوديين بتسموا نفسكم مسلمين. طيب المسلم كذا يسوي بالمسلم؟ حتى لو هم كانوا دولة ثانية كنتوا توقفوا جنبهم وتعاونوهم وتكونوا جنبهم وتكونوا دعم لهم، مش انكم تحبسوهم بدون غلط، بدون اي سبب. تحبسوا الاب والطفل مع بعض، هذا هو الانسانية؟ مش هذه انسانية، هذا غير القانون اصلا. الذي هو غلطان احكموا عليه غلطه، احكموا غلط حقه. انتم بتدخلوا الناس الذي هم بيشتغلوا المساكين الفقراء الضعيفين اللي ما عندهم شيء اصلا، بتشلوهم من الشوارع من مكان الشغل حقهم طبعا، وتحبسوهم بالغلط بدون اي ذنب. هذا اصلا ما يجوز، وانتم عارفين اصلا الدين كيف. لو واحد غلطان احكموا غلط عليه، مش تحبسوهم سنة بلا سبب، سنة سنتين 3 سنة. النسوان، الاطفال، الرجال، تحبسوا المريض مع البخير، مع الذي هو شافي، والمرض هذا ينتقل للثاني. انتم تدروا انه هذا غلط، انتم بتكتروا الامراض اصلا، واول شيء بتمرضوا الاشخاص الذي هم هناك بخيرين. هذا غلط. لو انتم عن جد مني لكم اعتبروني كني انا انصحكم يعني. طيب انتم مسلمين وعارفين ايش الدين كمان، وعارفين احسن مننا الدين. الذي هو غلطان، الذي انتم ماسكينهم في الحبس حقكم طبعا، اتمنى منكم بكل احترام بكل تقدير انكم ترجعوا لبلادهم بدون اي تربشة، بدون اي غلط، بدون اي مصياحة. طبعا اذا تخافوا الله طبعا اذا انتم مسلمين وتخافوا الله، الذي انتم حبستوه عندكم في السجن سنة سنتين اكثر من سنة، اسألكم باحترام، اذا تخافوا الله طبعا، اذا تخافوا الرحمن، انكم تفلتوهم ترجعوهم لبلادهم باحترام. اذا تخافوا الله طبعا وتحترموا وفي عندكم شوية احساس انسانية، طبعا لو بقى اصلا ما فيش طبعا انسانية بينكم، لو في انسانية اسألكم باحترام، المساكين الذي هم يشتغلوا اجوا عندكم، هم اصلا اجوا عشان يدوروا لقمة العيش، مش عشان اجوا يصوروا بلادكم او يصوروا سيلفي مع حقكم الجبال او حقكم السياحة. لا، هم اجوا اصلا عشان يدوروا لقمة العيش يعيشوا، وانتم عارفين هذا اصلا، عارفين ايش بيحصل في الحبشة. اصلا انتم السعوديين او انتم العرب طبعا لما تجوا بلادنا الحبشة، نحن نقدركم، الحبشة تقدركم، تروحكم فوق راسها من احترامكم، تحترمكم. اي ضيف يجي عندها تحترمكم. بس انتم يعني لو واحد اجى عندكم فقير او معه فيزا او معه اي شيء دخل بالقانون او غير القانون، لو واحد عمل غلط بتسقموا كلهم مع بعض، تلفلفوهم مثل الفئران وترجموهم. بس هذا غلط. دحين اسالكم باحترام لو سمحتوا ان المساكين الذي هم بيشتغلوا خلوهم يشتغلوا، والذي انتم مسكتوهم دخلتوهم بين السجن سنة سنتين اكثر من 3 سنة، اسالكم باحترام انكم تفلتوهم ترسلوهم ببلادهم باحترام. لو في داخلكم شوية انسانية قد كذا، طبعا ما فيش انسانية، لو في انسانية قد كذا اسالكم باحترام. وانا اصلا مرة بنت طبعا تسالكم، انتم الرجال تسال منكم لو سمحتوا طبعا باحترام.